اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد معانا النهاردة على قناتنا، يا رب يعجبكم وإن شاء الله هيعجبكم لأني واثقة إن الفيديو ده معمول من القلب. تعالوا نشوف النهاردة هنعمل ايه والكمية اللي هتطلع معانا حلوة قد ايه من مقدار بسيط جدا. النهاردة زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده هنعمل نوع من القراقيش يقال عليها منين بالعجوة. منين بالعجوة. وفي ناس بتقول عليها كعب الغزال. يعني ايه كعب الغزال؟ مش عارفة، بس هو نوع من القراقيش، حاجة كده مسكرة حلوة جدا، تاكليها زي فطار سناكس بسيط كده. لو حابة ان انتي تاكلي حاجة وجعانة بالليل مع كوباية نسكافيه او كوباية شاي وتاخدي حبيتين منها، حاجة كده ظريفة ولطيفة وحلوة جدا جدا وحاجة دايبة زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. يبدو عليها ان هي محجرة لكن تمسكيها في ايدك تلاقيها دايبة دوب. النهاردة هنعملها بمقدار بسيط جدا، وعايزة اقول لكم ان المقدار ده كله من كوبايتين دقيق بس. والله العظيم من كوبايتين دقيق بس. تعالوا بقى نشوف ايه المكونات بتاعتنا لعمل الوصفة الجميلة دي. معايا هنا كوبايتين دقيق منخولين كويس جدا، ماشي، هنحط عليهم رشة ملح صغننة. معايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعايا 3 معالق سكر، ومعايا كوبايتين زبادي، ومعايا كوباية من السمسم، ومعايا كوباية من الزبدة أو السمنة. وده كان بلح عجوة موجود عندي، أنا فصصته حشت النوى بتاعه وهنهرسه دلوقتي علشان نعمله عجوة. بكل بساطة هتضيف عليه معلقتين سمنة أو معلقتين زبدة، أي مادة دهنية عندك، وتفضلي تهرسي فيهم بإيديكي كده هتلاقيها طريت جدا وتحولت لعجوة. طبعا لو عندك عجوة جاهزة مفيش أي مشاكل، يبقى وفرت عليكي المرحلة دي. تمام يا ست الكل، تمام كده. أنا كان عندي البلح ده موجود وقلت هستخدمه في الوصفة دي واستغليته في كده. ضفت الخميرة على الدقيق، وطبعا الدقيق عليه رشة الملح سنة طبعا. هنضيف عليه بقى 3 معالق سكر. انا كان عندي سكر سنترفيش، انت اي سكر عندك عادي ضيفيه، سكر بودر، سكر سنترفيش، سكر ناعم شوية. هنضيف عليه نص كوباية سمسم، واخلي النص التانيين هقدم بيه الوصفة على الوش. وهنحط كوبايتين الزبادي، اي نوع زبادي عندك يكون سادة. تمام يا ست الكل، زبادي بلدي او زبادي اللي هو الطبيعي براحتك. وهنضيف المادة الدهنية اللي هي كوباية كاملة من الزبدة. انا معيرة ب كوباية معيارية اللي هي بمقدار او بمثابة المج اللي هو بتاع الشاي اللي عندكم. تمام، المج اللي هو الازاز السادة. هنقلب كل الموضوع ده، هتلاقيها ان العجينة بتتكون معاكي بكل بساطة. انا حطيتهم في صينية واسعة وعلى طول عجنتهم، علشان طبعا اعذروني ان انا بصور لنفسي من غير رينج لايت فماسكة التليفون في ايدي. تمام، خلاص حطيتها بقى كده على الترابيزة بتاعتي، وحبيت بقى ان انا اوريكم ان العجينة ازاي طرية جدا معايا. خلاص كده هنبدأ بقى نشكلها، بس قبل ما نشكلها هنجهز خطوة في البلح بتاعنا. هنهرسه طبعا لحد ما يبقى عجوة خالص معانا. وزي ما قلتلك لو لقيتيه ان هو فيه مادة دهنية كده مزيت شوية مش هيحتاج منك معلقة الزبدة. تمام، لقيتيه ان هو محتاج براحتك، يعني مش هنضيف عليه كتير علشان هو بلح عجوة اصلا، مش محتاج كتير. خلاص جهزتها وهنبدأ بقى نفردها. المرحلة اللي انا هقول لكم عليها دي هتسهل معاكوا ليه كتير، ولازم ضرورية ان انت تعمليها في العجوة. اللي هي ايه، تجيبي العجوة بتاعتك وتجيبي كيس تلاجة او اي حاجة سيليكون، وتفردي عليها العجوة دي زي لوح كده كبير. تمام، علشان لما تفردي العجينة تروحي حيشاها وحطاها على العجينة على طول وتبرمي، وتبقى جاهزت معاكي كعب الغزال او المنين بالعجوة. تمام يا ست الكل، دهنت الترابيزة بتاعتي وفردت عليها العجوة زي ما انتوا شايفين كده، وهعملها زي نظام ديسك كده قد العجينة اللي انا هعملها. خلاص عملتها مستطيلة كده. هنا هوريكم ان انا، بص انا يا جماعة ما استخدمتش نشابة خالص ولا مردانة، يعني انا عملتها بايدي، فردتها بايدي. تمام، قعدت اخبط عليها كده بايدي لحد ما اتفردت. ده السمك اللي انا محتاجاه. تمام يا ست الكل، مش ارفع ولا اسمك من كده، ده حلو مظبوط. فردت العجينه بتاعتي اديها كده وهنقولها بقى على العجينه. يا رب تكون الفكره واصله لكم، هي سهله جدا وبسيطه. هنا كنت هسيب التليفون واعملها بايديا الاتنين، قلت يلا مش مستاهله، وفردتها حطيتها على العجينه على طول. طبعا كده الفكره اظن ان هي وصلت لكم، ان انت بقى هتبرمي وتروحي مقطعه بالسكينه وتحطي السمسم. تمام،
عايزة اقول لك علشان السمسم بتاعك يلزق في المعجنات بتاعتك، حطي عليه حبة سكر صغيرين وشوية مية من حنفية عادي، اللي هو تنديها كده شوية زي الرملة كده المتندية علشان يلزق معاكي في العجينة. تمام يا ست الكل، دي معلومة لازم تعرفوها، علشان السمسم لو حطيتيه كده هتلاقيه بيقع منك كتير. حطيت بقى حبة السمسم كده على الترابيزة وهبرم بقى عليهم علشان تمسك في العجينة وتقطعي وخلاص. هي دي الوصفة بتاعتنا، سهلة جدا وبسيطة. طبعا اللي احنا حاطين خميرة، بس مش هسيبها تختمر كتير، هقول لكم ليه. انا النوع ده مش عايزاه ان هو يعلى ولا اي حاجة، لا، هو هيبقى ناعم زي الكحك كده. وهي اصلا تعتبر قريبة جدا، انسب حاجة للكحك يعني عجينة المنام. تمام. فمش يا دوب بس هترتاح حبة واروح مدخلها الفرن على طول، يعني مش هتقعد ان هي تختمر معايا ولا تعلى ولا الكلام ده، لا خالص. تمام. اتمنى بقى متنسونيش في لايك وشير وتعليق حلو منكم كده، علشان الفيديو محتاجة ان هو ياخد مشاهدات حقه يعني، لان والله احنا بنتعب في الفيديوهات دي جدا. فوق كده طبعا المونتاج لوحده بياخد وقت منك كتير طبعا، يعني واحدة زي انا ساعات بكسل والله ان انا اعمل مونتاج وبنزل لكم الفيديو كده لما بكون مشغولة، فسامحوني. خلاص هنا قطعتها وبجيب صاج بقى. لو عندك ورق زبدة هتحط على ورق الزبدة على طول، ما عندكيش ورق زبدة هتدهني دهنة بسيطة جدا. ولو عندك اصلا الصواني بتاعتك مش بتلزق، مش محتاجة مادة دهنية منك، لان العجينة فيها المادة الدهنية اللي تكفيها يعني. تمام. خلاص كده بنحطهم في الصينية بأي شكل انتي محتاجاهم. وانا كمان عايزة اقول لكم ان الكمية دي كانت كوبايتين دقيق، طلعت لي الصاجين دول. وفي حبة قعدوا من غير حشوة، فحطيتهم في البتاع السيليكون دي اللي على الجنب، اللي هي على شكل وردة، علشان تطلع لي شكل الوردة. عايزة اقول لكم ان هي ما ظبطتش جامد معايا، علشان لما باجي اطلعها شكل الوردة بيختلف اهو زي ما انتوا شايفين كده. عملتهم زي حاجة سادة كده، زي الكحك السادة كده، للي مش عايز حاجة مسكرة قوي بالعجوة. تمام. اهي دي الكمية اللي انا عملتها، هي حتة العجينة اللي زادت عملتها سادة. ودي الكمية اللي عملتها من كوبايتين دقيق، اظن ان هي كمية ممتازة جدا. وده الشكل النهائي بعد ما خرج من الفرن. للأمانة حاجة تحفة جدا جدا، وحاجة ناعمة ودايبة، طبعا مغذية جدا، يعني العجوة دي من الحاجات المغذية قوي. اتمنى الفيديو يعجبكم. وعايزه اقول لكم كمان والله انا مش ضايفه فلاتر ولا اي حاجه علشان اضلكم، لا والله، الفيديو زي ما هو زي ما متصور، يا دوبك بس بحط الصوت لان بيكون في دوشه بس عندي. ودي كانت وصفتنا النهارده، اتمنى تعجبكم واسيبكم في رعايه الله. متنسونيش في لايك وشير وتعليق حلو منكم كده. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واتمنى اكون ما ضحكتش في الفيديو كالعاده.